توقعاتك في ماتش الاهلي بكره والزمالك يوم الاحد؟ والله انا توقعاتي في دور ربع النهائي ماتش العودة اللي هو بتاع الاهلي بكره ان شاء الله في القاهرة، اهلي ومازيمبي. طبعا الاهلي ما تخافش عليه، لان الاهلي متعادل هناك في مازيمبي 0-0 في وسط الاجواء والملاعب الزفت. انما احنا هنلعب هنا في القاهرة، الماتش مرتاح، وطبعا الاهلي كده كده اقل حاجة هيفوز 2-0، اقل حاجة هيفوز 2-0، لان الاهلي معروف وما بنقلقش عليه وما بنخافش عليه. هو بره عمل نتيجة إيجابية 0-0، وإن شاء الله بإذن الله هيعمل نتيجة هنا، هيفوز بإذن الله 2-0 بإذن الله. أما بقى نخش على الزمالك، ماتش الزمالك وغاني، الفريق الغيني، ربنا يستر. طبعا الزمالك متعادل في مصر هنا، يا ساتر استر. طبعا هناك في غانا هيبقى الدنيا مختلفة. أنا بتهيألي أنا بتهيألي كده، ربنا يخلب ظني لأنه هو فريق مصري، بس أنا بتهيألي ان الزمالك هيسافر بسلامة الله، وساعة ما الطيارة توصل بالسلامة، عم الطيار اللي سواق الطيارة يغسل العجلتين الكاوتش بتوع الطيارة وعم يطوقها، هيكون الزمالك خد اللي فيه النصيب في الملعب وتوكل على الله كالعادة. بتهيألي كده يعني، عم الطيار يمسح الطيارة وبتاع، هيكون الزمالك خد اللي فيه النصيب وكالعادة يعني، والأرزاق بالله، وما فيش في الطيب نصيب، واحنا نتمنى غير ذلك. بس صعب على الزمالك يعني، تقريبا صعب، لان اللي ما عرفوش يعملوه في القاهره مش هيعملوه هناك في غانا. ده توقعات، فهيتغلبوا اكيد يعني، وان شاء الله نشوفكم على خير.